العامل ده بيستخدم الأداة دي عشان يشيل البرانكلز اللي هي القواقع الصغيرة من تحت جسم المركب، وعلى قد ما شكل الشغلانة دي ممكن يبان هادي، البرانكلز دي في الحقيقة من أكتر الحاجات المزعجة للي شغالين في البحر. ناس كتير فاكرة إن البرانكلز بتمسك في الكائنات البحرية بس، زي الحيتان أو السلاحف البحرية، لكن كمان قاع المراكب ممكن يتغطى بيها بسهولة لما المركب ما تكونش ماشية بسرعة في البحر، خصوصا وهي واقفة في المرسى لفترة طويلة. البرانكلز تبدأ تلزق في القاع، عشان كده تنظيف القاع من البرانكلز بقى شغلانة أساسية لناس كتير في الطاقم. لو البرانكلز دي اتراكمت ممكن تقلل من سرعة المركب وتزود استهلاك البنزين، وكمان ممكن تبوظ جسم المركب بسبب السوائل اللي بتفرزها. الحلو بقى ان تنظيفها مش معقد، العمال غالبا بيستخدموا قشطات عشان يشيلوها من تحت المركب، بس لو اتجمعت بشكل كبير ساعتها لازم يستخدم ماكينة رش ميه بضغط عالي. واثناء التنظيف البرانكلز ممكن تشيل جزء من الدهان، عشان كده العمال دايما بيعيدوا دهان الجزء اللي تحت بعد كل تنظيف. واخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.